وفي طريقة تانية بقى، وهي تثبيت نوع معين من الريوردز زي البوينتس أو الفاليو فاوتشرز، لكن نلعب على الريورد فاكتور نفسه مش الريدمشن فاكتور. يعني إيه؟ شوف واحد من أكبر البنوك في مصر، على حسب نوع الكارت اللي الكاستمر بيستخدمه معدل البوينتس اللي بياخدها بيتغير أوتوماتيك. يعني مثلا لو معاك كارت برايم هتاخد نقطة لكل جنيه، ولو معاك كارت أعلى شوية زي بلس هتاخد نقطة ونص لكل جنيه. أما بقى لو معاك كريدت كارد بلاتينم هتاخد 3 نقط على كل جنيه. هنا انت مش بس بتتكلم عن نوع الكارت، ده بيعكس السيجمنت بتاعت الكاستمر نفسه. فبالتالي العميل بتاع برايم اللي بيصرف اقل طبيعي ياخد النقط بشكل ابطأ، ويقدر يستخدمهم في ريوردز تتناسب معاه ومع البراندز اللي بيحبها وتتناسب مع مصاريفه. وعلى الناحية التانية خالص، عميل بلاتينم اللي بيصرف كتير بيجمع نقط اسرع وبيستمتع بريوردز من براندز ممكن تكون بريميوم اكتر وبتناسب احتياجاته. يعني مش كل الناس هيتحمسوا لنفس الحاجه، ولو انت فاكر غير كده بص على العيله الواحده، هل كل افرادها بيحبوا نفس الحاجات وبيصرفوا نفس الصرف؟ ما افتكرش. ليه بقى نرجع لنوع الكارت مش نعمل سيجمنتيشن جديد؟ لان البنك اصلا سيجمنتد الكاستمرز بتوعه على حسب الحاله الماليه واداهم كروت على الاساس ده. فبدل ما نفكر في طريقه جديده نعتمد على اللي موجود ونبني عليه.